طاحوا سوى 50 شمعة، طاحت خرز من سبحة، الصدر عاش ومات مظلوم، مثل السماج ماكل مذموم. ويا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بأفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي سماحة السيد القائد مقتدى الصدر وجميع أبناء العائلة الصدرية بهذا المصاب، وهو مصاب الشهيد المغدور أيسر الخفاجي الذي طالته أيدي الغدر والفتنة. وبهذه المناسبة حقيقة نوجه رسالة لأصحاب الفتنة الذين لا يريدون لهذا البلد خيرا، ونقول لهم نحن كأبناء التيار الصدري جميعا ملتزمين بتوجيهات سماحة السيد القائد مقتدى الصدر، ولا نقول قولا ولا نفعل فعلا إلا بعد مراجعة الحوزة العلمية المتمثلة بسماحته. أيضا في هذه المناسبة نعزي ذوي المغدور وجميع إخواننا من أبناء الخط الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشره مع من يحب من الشهداء، شهداء آل الصدر الكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعلى السار منك إشارة ننتظر ونباوع على السار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في عزاء الشهيد أيسر، الشهيد المغدور أيسر، أحد إعلاميي وناشطي التيار الصدري في محافظة بابل الحلة. هذا الناشط وهذا الشهيد وهذا الإعلامي يجب أن يكون منارا لنا وعلما لنا، لأن نستمر في طريق الحق ونستمر في هذا النهج، نهج الصدرين، ونهج الذي هو نهج محمد وآل محمد الذي خطه الشهيد السعيد السيد محمد الصدر، وقام بمواصلته السيد مقتدى الصدر. فهذا الخط الشريف الذي يدخل فيه لا يوجد فيه إلا احتمالات ثلاث: إما شهيد أو سجين أو جريح. فمن لم يقبل بهذه الأمور الثلاثة فليغادر هذا الخط. هذا جانب. الجانب الآخر أنه سماحة القائد السيد مقتدى الصدر قال في إحدى خطبه وفي إحدى لقاءاته أن الكل يدفع ضريبة مقتدى الصدر، أي ضريبة اتباع السيد مقتدى الصدر. فمن باب أولى نحن ندفع ضريبة اتباعنا لسماحة القائد السيد مقتدى الصدر، لأنه يطالب بالحق وإحقاق الحق. هذا جانب. والجانب الآخر يقول أنا أدفع ضريبة اتباعي للسيد الوالد السيد محمد الصدر بشكل مباشر، وأنتم تدفعون ضريبة اتباع مقتدى الصدر بشكل مباشر، وضريبة اتباع السيد محمد الصدر بشكل غير مباشر. وهذا شرف لنا أن دفعنا هذه الضريبة التي هي الشهادة، التي هي أعلى مقامات يرجوها المؤمن في هذه الدنيا، ويرجو القرب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على نهج السيد الشهيد محمد الصادق ونهج القائد مقتدى الصدر، حتى لو طلب منا بذل أنفسنا وأن ننحر هذه الأنفس لتهرق دماءنا على أرض الحق وإحقاق الحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نعزي سماحة الصدر القائد والعائلة الصدرية بهذا المصاب الجلل، وتعتبر هذه جريمة منظمة تقوم بها ميليشيات الحكومة في محاولة منها للنيل من فسطاط الإصلاح، وأيضا تحاول ثني المصلحين من إكمال مشروعهم
الكبير الذي بدأه سماحة الصدر القائد في إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية وكذلك الأمنية التي يعاني منها الشعب العراقي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على فقيدنا بالرحمة والرضوان وأهله بالصبر والسلوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنبريك خوف الصدور بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي العالم الإسلامي وبالخصوص سماحة السيد القائد المجاهد مقتدى الصدر وأبناء التيار الصدري بفقدهم المجاهد أيسر نصير الخفاجي، وأهالي باسم شيوخ ووجهاء جسر دياله يقيمون هذا العزاء لروحه الطاهرة الشريفة، ونقول وما هذا إلا فعل خبيث ومن بعده أيادي خبيثة ودوافع خارجية تريد بالعبث بالموارد هذه، ومن خلال هذه الأفعال تريد الرجوع إلى المربع الأول وفعل الطائفية. نقول كذا من هذا المثل، إلا وهي أمور إن شاء الله احنا صابرين على هذا الأمر، وإن شاء الله بعيدة عنا هذه الأمور والتفكك، وإن شاء الله بوجهائنا وأبنائنا نتماسك ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا علي الصدور كم خطوة غافي، إذا بس يمين عند الله كافي، أبد مو كل بشر يعرف يوافي. صدر المحنة يا واحد منهن، مشيت مشيعك الغيب يلب جرحك يلجمون، الوداع الوداع ثقيلة جفوف الوداع.